طبيعي دخلت جوه اليوتيوب قبل ما ادخل جوه ملكة المدن يمكن الاقي خبر. لقيت خبر تحفة، لقيت ان افريكان جلام واخيرا نزلت مهكر. وهقول لكم انا طبعا زي ما شايفين ماي جاد مش قادره استحمل احسن الحاجات اللي عملوها لما ندوس على علامه بدون الماس. وكمان يا جماعه هنا الفلوس شوفوا قد ايه بقى، يعني بقى يدونا اصلا الفلوس، شوفوا ازاي زادت. وكمان بشوفوا بقت 14 جنيه يا جماعه، يعني اي حد يعني بجد لو اشتريت كل حاجه في اللعبه ممكن تستخدموا تكلفه 100 جنيه. يعني احنا كنا بنحلم ب 100 جنيه في لعبه المهكره القديمه بتاعت ملكه الموضه. طبعا احنا النهارده نفتح كل المدينه، ولكن يا جماعه حابه اقول لكم انه انا دايما بشقر على فيفو جيمز، يعني على اساس مثلا لو في حاجه عن ملكه الموضه. فالمره دي اكتشفت انه ياس وورلد ان في تحديث في اللي هو افريكان جلام. طبعا دخلت جوه افريكان جلام، رحت وشفت واتاكدت بنفسي، نزلته بعدها وقلت بقى بيوم ابقى انزل تاني. وانا جيت النهارده، ده طبعا كل بيتكلم عنه كان عن امبارح، النهارده بقى رحت وتعمقت في اللعبه، وصلت لمستويات عاليه. وحابه اقول لكم مش عاليه قوي طبعا، يعني نص. واكتشفت طبعا يا جماعه مسرعه الفيديو اوكي. واكتشفت انه اللعبه دي حلوه جدا، صح بالانجلش وكل حاجه، ولكن يعني شوفوا بيدونا اولا الماس المستويات، وكمان زي ما انتم شفتوا في الاول كل حاجه بقت بفلوس، يعني بفلوس حقيقيه ولكن سعر قليل. متخيلين يعني قد ايه واو. وطبعا حاجه اكتشفتها بس مش متاكده 100%، ولكن لما نطلع جوه صوره الموديل في ميني جيم اكتشفت ان احنا حتى لو عاملين لوك شكله وحش بنكسب. متخيلين يعني الناس اللي عندهم مشكله. بصوا انا مش عايزه ابقى بقول اي كلام، ولكن تقدروا تجربوه بنفسكم. مش عارفه انا هلعب دلوقتي اللعبه دي ولا لا، ولكن تقدروا تجربوا بنفسكم كل حاجه وقولوا لي كسبت ولا لا بقى. وبجد انا لما ياس وورلد عملت كده هي ما شرحتش قوي بصراحه، هي ما قالتش عن طريقه اللعب، هي بس قالت لنا طريقه اللي هي التفكير. فانا كان لازم اكتشف لانه ما كانش فيه ناس يعني يقولوا لي، فاضطريت اكتشف. فرحت اكتشفت بقى اللعبه وتعمقتها، وقلت لازم اصور لكم، لانه انا لو كنت بدات لكم وانا مش عارفه حاجه في اللعبه انا مش هيبقى عندي معلومات كافيه اقدر اقولها لكم، وهبقى متلخبطه وانا بعمل الفيديو وحتى لو انا بسجل. فعشان كده قررت انه يعني تفهميني صح، انه انا بنسى الكلام اوكي. انا من الصدمه اللي انا هقوله ده بالعافيه تمام. فقلت بقى ان انا اجرب اللعبه الاول واشوف هل بجد المستويات بتعلى ولا لا. وطبعا يا جماعه هي الطريقه هي بقى زي المستويات بتعلى، مش بتعلى بعد ما الفيلم بيخلص وانتوا بتدوسوا على اللي هي عشان تروجوا الفيلم، بيزيد حته مستوى مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، هي حته حلوه. فهي مش لما بيخلص الفيلم بدون مستوى، لا، وانتي بتعملي الفيلم وانتي قاعده بتروجي الفيلم بيدوك المستوى الحلو والالماس بقى وكل حاجه، يعني سهله الطريقه. وانا بجد مبسوطه قوي، اللعبه تحفه. وبجد انا هقول لاختي، انا اختي كانت عايزه تنزل ملكه الموضه مفكره، وطبعا هي بعد كده لما نزلتها كان للاسف في مشكله دي، وعشان كده ما عرفتش ان هي تقرا، فاكيد هتتبسط لما تعرف كده. بس هي بدات الدراسه اوريدي. انا دلوقتي فتحت نادي نجوم او ستار، ويب شوفوا انا بحاول هنا اتاكد انه مفيش اي حاجه ممكن تشترى. ويلا بينا بقى نكلم السحر ونقول لها تقفل لنا البتاع. هي هتقول لنا دلوقتي عايزين تشتروا. خلونا نشوف اول حاجه. صراحه تخيلت انه ارخص، ولكن هو ويكلي يعني اسبوعي، فانا اكيد مش هدفع كل اسبوع مبلغ على حاجه انا ممكن بمنتهى السهوله امسحها يعني، وفي الاخر مش هترجعلي فلوس. فايب anyone. فاحلى حاجه اللفته بتاعت الالماس دي تحفه، وجايز زي ما شفتوا في سمو صغيره بالظبط. الفيديو ده هيبقى دمار. تعالوا بقى دلوقتي ملكات. طبعا دلوقتي انا فتحت دبي عشان بقيت في مستوى 22، لما في مستوى 23 هفتح حاجه برضو في ميني جيمز العجله. شوفوا انا لسه فاضل لي حوالي 3 افلام عشان ابقى فاشونيستا، ومن فاشونيستا الرحله هتبقى ل A، واخيرا نفتح بقى كل حاجه. انا هنا قاعده بعمل شوب
عادي كلنا بنعمل شوب، لازم نعمل كده. كمان شوفوا بقى، هفتح العجلة دي لما ابقى في مستوى 23. guys بعد انا دلوقتي لما بكلمكم انا ببقى مخلصه الفيديو، بعد كده بسجل الصوت. فهقول لكم على حاجه، اكتشفت انه اكتر حاجه بتجيب مستوى لما تيجوا تعملوا برامج وتقعدوا تروقوا فيها الربع ساعه كلها. خلتني من مستوى 23 لمستوى 33، فهي دي الطريقه اللي بافريكان جلام بتخليني مستوى كويس. مش عارفه برضو في ملكه الموضه يبقى كده، بس على ما اظن لا من خبرتي. شوفوا اصلا هما زودنا هنا 1 بوينت من البوينت بتاعت ال VIP. انا عامه انا بفكر كده كده هشتري ال VIP صراحه. فتحت باريس. طبعا مش متعوده ان انا ابقى فقيره، ولكن برضو مش متعوده على اللبس التحفه ده، تحسوها زي مون ميلون. وبجد شكله كده حلو، الوانه حلوه، انا بحب قوي الالوان دي. بحب طبعا بينك، بس يعني اوكي لون جديد يعني كده هحبه. جايز ما تنسوش تحطوا لايك، سبسكرايب، شير وكومنت، علشان انا بجرب حاجات كتير قوي عشان اوكي. دلوقتي طبعا زي ما شايفين انا هنا جمعت شويه نقاط شهره من صالة الموضة عشان اقدر ان انا اعمل من ده طبعا. انا مش هستنى ساعه صراحه، انا هعمل سكيب عشان اخده كده. انا دلوقتي هروح اجمع برضو شويه من صالة الموضة علشان صالة الموضة ايه انتوا عارفين اللي هي موجودة هنا، بس بعمل تشيك انه 3. وهنروح طبعا القاهرة، ولكن هما جالي ميشن ان انتي روحي اعملي شوب هنا او اشتري قطع من هنا. طبعا يا جماعة انا اتعلمت من خط ايه هناك في اخر مرة لعبت في ملكة الموضة. ما كنتش بخلص، مش بشتري كل حاجة موجودة في المحل، بشتري حبة من اللي انا عجبوني، علشان لو مثلا عايزة اوريكم مثلا تريك او حاجة هحتاج فيها ملابس، يبقى عندي اوبشنز ما اقعدش لفة وبدور. وبالنسبة عشان عارفة ان السؤال ده هيجيلي فيما بعد، هل انت مش هتنزلي ملكة الموضة؟ اكيد هنزل، ولكن يعني هنلعب شوية افريكان لانه انا صراحة كنت عايزة ابدأ معاكم لعبة من جديد، بس اكيد يعني هزعل لو بدأت ملكة الموضة من جديد وقلت هوليوود ستوري مش زي ملكة الموضة، عايز حاجة اقرب واحسن من ملكة الموضة، وبرضه عايز حاجة الهاك بتاعها يبقى شغال مش زي هوليوود ستوري. وبرضه انا ما بحبش هوليوود ستوري، بحب حاجات تانية يعني. مش عارفة ليه انا مش ضامنة على هوليوود ستوري، بحس ان هي ما فيهاش حاجة جديدة. فلما نزلت فاكيد هنلعب شوية ملكة الموضة، هنلعب شوية ده حسب طلبكم، قولوا لي عايزاني اكمل في ايه وانا هكمل فيه ملكات. اوكي طبعا انا سامعين دلوقتي صوت، والصوت ده عشان بس بتنفس، عشان لما بتنفس هو بيتنفس معايا برضو. فيب دلوقتي بقى احنا هنبدأ نعمل بقية الفيلم، نعرض لهم المسلسل. هنجيب سحر. طبعا طقسي انا قاعدة بتموت، ولكن anyway يا ملكات انا مش عايزة اشغل اغنية عشان خلاص فاضل دقيقتين الفيديو يخلص. اكتبوا لي يا جماعة في الكومنت انتوا عايزين ايه، وايه رايكم في المونتاج الجديد. انا غيرت يعني كل حاجة في المونتاج، غيرت الاسم والشكل وكل حاجة المفروض يعني فانتوا قولوا لي حبيتوا المونتاج ده ولا مونتاج تاني احسن، ولا مونتاج القديم، ولا اي مونتاج انتوا. وبحاول برضو ان صوتي ميبقاش متخرفش قوي، وعشان احاول ان انا تفهمني اللي هو مش عايزه اعمل صوت خرفشه جامد، ولا برضو يعني مش عايزه اعمل صوت خرفشه جامد عشان بعد كده بسمع انك تكتب فيديو مبيبقاش عاجبني. ولكن ساعتها خلاص بيبقى فات الاوان، ببقى نزلت الفيديو بعدها بساعه مثلا، عشان أنا مش بعمل تشيك جامد يعني، اللي هو بس بحط المونتاج وخلاص. طبعا الفيديو ده يا جماعه 21 دقيقه، انا صورت 21 دقيقه بس بدات اصور مش شايفين كده بسرعه الفيديو لغايه ما بقى 10 دقايق. فعشان كده الفيديو ده اصله 21 دقيقه، والاصل بقى الحقيقي من غير ستوب حوالي 40 دقيقه، يعني بقالي ساعه يا جماعه بعمل الفيديو. فحطوا لايك، سبسكرايب، شير وكومنت، ويلا تمام. يلا خلونا نشترك يا جماعه ونوصل 100 مشترك، عشان فيه هدايا جامده قوي مستنياكم لما نبقى في 100 مشترك. بحاول اتاكد. يا جماعه تعالوا بقى نختم الفيديو بتاعنا بلفته شكلها حلو كده، حاجه كيوت. تعالوا اوريكم، شايفين؟ تعالوا كده اوريكم عدد الالماس والفلوس. او ماي جاد يا جماعه بس شايفين؟ طبعا انتوا هتقولي ايه ده مش كانوا 100 وحاجه، هقول لكم اللي جرى حادث صحوبات وانا بلعب صحوبات الحظ جه الحدث اللي هو طبعا بيخلينا عندنا 0 الماس، وهو حدث كده غريب اللي هو بيلف لغايه 10,000 الماس وكده.
فعشان كده انا اشتريته كله، وقلت في الاخر في الاول انا معايا الماس كتير وهقدر ازود كده كده من الزائد اللي جنب الفلوس. فانتوا قولوا لي ايه رايكم في الفيديو، اتمنى تكونوا حبيتوه. كمان ايه رايكم في الالماس، ايه رايكم يا جماعه في الفيديو؟ حطوا لايك سبسكرايب شير وكومنت عشان بتعب جدا في الفيديوهات التحفه دي. اقل حاجه تعملها لي وبس كده. اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو. باي.